الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد. بالنسبة للناس اللي بيقولوا لك ما تتكلم في الصوفية، ديل مشايخنا وديل تعلمنا منهم وديل أوقدوا نار القرآن وديل حفظوا الناس الدين وديل أدخلوا الإسلام في السودان وغيرها. شوف، زي ما شايفين وللأسف الشديد الشيخ طريقة قاعد في عربيته والحيران قاعدين جنبه حوله، لا قاعد يعلمهم الصلاة، لا قاعد يعلمهم الزكاة، لا قاعد يعلمهم القرآن، لا قاعد يعلمهم الفقه، لا قاعد يعلمهم الطهارة، بل قاعد يعلمهم الشرك بالله عز وجل. الحوار ده ماسك يد الشيخ وبيقول له أنا في ضيق وشنو ألف الغريق. شوف، أنا في ضيق زورني مرة، ألف الغريق زورني مرة، قم بي شفيق زورني مرة. أصلا يا جماعة ده تعليم الصوفية، إنهم بيعلموا الناس الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والشيخ ده ما أنكر الكلام ده، الشيخ ده مغر الكلام ده، وإنه ده الدين الصح معناه عندهم. انت لو زول موحد وزول قال لك انت بتلف الغريق وانا في ضيق انقذني، بتقول له زول استعين بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس في سنن الترمذي: اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت، قال: اجعلتني لله ندا، في سنن النسائي: ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ده تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وده تعليم الصوفية، بيعلموك الشرك بالله عز وجل ويعلموك تستغيث بهم وتستعين بهم في الشدة وفي الكرب. فنحن بنتكلم في ناس دي لأنه ناس مخالفين للنصوص الشرعية، مخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفين للصحابة والتابعين والأئمة الأربع، كلهم مخالفين لهم. نحن عندنا آيات واضحة في كتاب الله عز وجل تنهى عن الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.